السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة درسنا صغير بس مهم جدا. هنبتدي مع بعض النهاردة أول استخدام الفوتوشوب. يعني هنشرح شوية حاجات كده. أول حاجة ده البرنامج قدامنا في واجهة المستخدم. احنا عايزين نفتح ملف جديد، هندوس على قائمة فايل اللي فوق وهندوس على نيو يعني جديد. ظهرت عندنا الشاشة دي اللي قلنا قبل كده هنشرحها يعني كده. إيه عبارة عن الحاجات اللي فيها دي. أول حاجة ده النيم أو الاسم، لو عايزين نسميه أي حاجة، مثلا نسميه ريستورانت بما إننا مثلا هنعمل تطبيق مثلا لمطعم. أوكي. طيب هنا بريزنت دي وقدامها كليب بورد، دي ممكن نختار منها لو احنا مش عارفين مقاسات الحاجة اللي احنا هنستخدمها بس عارفين شكلها. مثلا احنا عايزين نعمل إعلان على هيئة مثلا ورقة A4 مثلا، هنيجي من هنا نستخدم ندوس على International Paper وهتظهر لي الخانة دي اللي هي فيها السايز اللي هي ممكن نختار من هي A4 A6 A3 زي ما احنا عايزين. هنختار مثلا A4. اوكي. الويدث والهايت دي مادام احنا اخترنا ال A4 خلاص ما نلعبش في الحاجات اللي تحت دي، عشان دي اللي هي طول الورقة عرضها كده يعني. فاحنا خلاص استخدمنا حاجة انترناشونال اللي هو بيظبط المقاسات بتاعتنا. فاحنا دي لو احنا مش عارفين دي وعارفين المقاسات، مثلا حد قال لنا انا عايز ورقة مثلا 30 في 60، نكتب 30 هنا و60 هنا ونشوف ايه ال- الوحدة بتاعتي. هنا في هنلاقي في سنتي، في انش، في بوصة، في مليمتر، في حاجات كتير خالص، في بيكسلز. طيب بعد كده عندنا الريزوليوشن دي عشان يعني نختصر الفهم بتاعها. الريزوليوشن اللي هو زي لما بنتصور صورة ونقول جودتها حلوة ولا وحشة. في صور بنتصورها بنلاقيها مش نقية كده، أو مثلا يعني فيها بلارينج شوية، أو يعني مش صافية، فدي الريزوليوشن بتاعها بيبقى منخفض. كل ما الريزوليوشن زاد كل ما الحاجة بقت نقية وتفاصيلها ظهرت أكتر وبقيت أحسن. طيب معنى كده إن إحنا نستخدم ريزوليوشن عالي على طول؟ لأ. إحنا مثلا لو هنستخدم حاجة تتعلق مثلا بعيدة وكده هتكون بعيدة، فإحنا ممكن نستخدم ريزوليوشن منخفض عادي مثلا، بس ما نقلش مثلا عن 72. ال300 دي نتعلم إن إحنا نستخدمها على طول في الحاجات المطبوعات، أي حاجة هتطبع إعلان أو كده، أو business card. الحاجات دي اللي لما تطبع فاحنا عايزين التفاصيل تبقى باينة كلها، فعشان كده نستخدم resolution عالي أو 300. اوكي. هنيجي بعد كده الكالر مود، دي حاجة مهمة جدا. عندنا 3 حاجات فيهم هم المهمين بالنسبة لنا. حاجة اسمها RGB color، SYMK color، وجراي سكيل. طب ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ احنا يا ريت يكون معانا ورقة وقلم في الدرس ده ونكتب، يعني عشان حاجة تثبت في دماغنا، عشان ايه نعرف نطبق عليها بعد كده. اوكي. يا ريت ورقة وقلم ونكتب. طيب ال RGB color ده اختصار ايه؟ RGB يعني red green blue. red green blue، ودي الألوان الأساسية اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق. ودي بنستخدمها لما بنكون هنعمل تصميم هيتعرض على الشاشات، يعني زي إعلان على الفيسبوك، ديزاين مثلا هيتعرض على اليوتيوب، انستجرام، حاجات كده يعني، حاجات سوشيال أو حاجات على الشاشة نفسها يعني مش هتطبع، فاحنا هنستخدم ال RGB. طيب ال SYMK دي أو SMYK دي اللي هي المطبوعات، عشان ده نظام طباعة مكان الطباعة يعني بيستخدم النظام ده اللي هو SMYK. فده بنستخدمه لما نكون هنعمل إعلان هيطبع، اللي هو دايما بتبقى الإعلانات اللي لونها أحمر دي الكلام كله مكتوب أحمر مثلا أو أسود كله كده يعني، فهم بيستخدموا النظام الألوان ده. آخر واحد اللي هو الجراي سكيل، هو ده الأبيض وأسود، وده مش هنستخدمه كتير. ده بيبين لي الفروقات بين الألوان نفسها، يعني مثلا احنا استخدمنا كذا درجة من اللون، فبنشوف لو هو الطبع أبيض وأسود هل التفاصيل هتبان ولا لأ، ولا هيبان كله لون واحد يعني أسود درجة واحدة كده يعني. اوكي. طيب احنا هنعمل مثلا حاجة على السوشيال وكده، فهنستخدم ال RGB. بس بعد كده هنعمل اوكي. ادي الصفحة بتاعتي جات لي، هي عبارة عن ورقة A4 فاضية وسايبها لي احنا نعمل اللي احنا عايزينه. اوكي. طيب احنا دلوقتي هشرح لكم حاجة تانية اللي هي صيغ الصور. صيغ الصور احنا عندنا يعني
5 أنواع صيغ. عندي أول صيغة اسمها JPG. الJPG دي هي الصور يعني أكتر صورة أو أكتر صيغة مشهورة أو يعني منتشرة. صيغة الJPG دي بنلاقيها على طول منتشرة خالص، ودي بيبقى صورة ليها خلفية عادي خالص، صورة متصورة وليها خلفية، واحد صور قدام شجرة مثلا أو وراه مثلا بحر أو كده، فدي اسمها JPG. طيب الJPG دي بنلاقي يعني الامتدادات اللي أنا باشرحها دي اللي هي بتبقى قاعدة آخر اسم الصورة، يعني بتلاقي اسم الصورة ونقطة وحاجة من ال5 دول اللي أنا هاشرحهم، اللي هو ده اسمه امتداد الصورة، امتدادها يعني دي الصيغة بتاعتها، يعني هي عبارة عن إيه. ماشي. التانية اسمها PNG. ودي صورة بيقول لك بتدعم الشفافية. بتدعم الشفافية يعني إيه؟ يعني صورة معنى أصح بدون خلفية، بدون خلفية خالص. يعني ممكن أنت تجيبها وتحطها على الخلفية بسهولة خالص، مش هتحتاج إنك تقص منها أو كده. تمام. طيب تالت صيغة اللي هي PSD، وباينة من اسمها أولها PS. الPS دي اللي هي إيه بقى؟ PS اللي هي الفوتوشوب، أدي رمز الفوتوشوب PS. وده أي فايل، يعني الفايل اللي أنا شغالة فيه ده لو سجلته هيبقى PSD، هيبقى PSD. دي الصيغة بتاعته. طيب بعد كده عندنا إيه تاني؟ عندنا الرو. الرو دي اكتر ناس بيستخدمها الفوتوغرافر، لان المصور لما بيصور مثلا صورة في فرح او في حفلة تخرج او كده بيبقى عبارة عن صورة يعني واخدة كل التفاصيل، فهي بتبقى صورة حجمها كبير وبيبقى لسه هيعمل عليها مونتاج وفوتوشوب وكده، فبيسميها رو، وباينة من اسمها اللي هي خام، يعني لسه ايه متعملش فيها اي حاجة. طيب آخر نوع معايا اللي هو GIF أو جيف، GIF. ودي الصور اللي هي زي PNG بتدعم الشفافية برضه، بس الفرق بينهم إن GIF دي كمان بتزيد عليها ميزة إن هي بتدعم الأنيميشن، ويمكن معظمكم بيلاحظها في الواتساب. ممكن تبعت لحد GIF بتلاقيها كده محطوطة عند الستيكرز. GIF دي بتبقى قطة مثلا بتغمض وتفتح حاجات كده، يعني اللي هو صور مثلا بس فيها انيميشن او فيها حركة. وبس كده النهاردة درسنا خلص. وهو درس صغير بس مهم جدا وهنستخدمه في الحاجات الجاية كلها، وعايزاكم تذاكروهم كويس عشان الدرس الجاي إن شاء الله هنعمل أول تطبيق عملي على البرنامج. دمتم في رعاية الله والسلام.